للاسف السنه ديال 2020 ما كتبشرش بالخير لاصحاب القنوات ديال اليوتيوب، سواء هنا في المغرب او لا في جميع انحاء العالم، لان زلزال كبير وكبير جدا غادي يضرب القنوات ديال اليوتيوب واصحاب القنوات الربحيه. خليكم معنا باش تعرفوا المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. بقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا كنعرفوا بان اليوتيوب عام على عام كتزيد تعقد القوانين ديالها وكتزيد في الصرامة ديالها فيما يخص تطبيق القوانين، الا انني كأكد لكم بان سنة 2020 غادي تكون فيها واحد الحملة اللي هي ثقيلة وثقيلة بزاف على اصحاب القنوات ديال اليوتيوب، بحيث غادي يتم الاغلاق ديال الملايين القنوات عبر جميع انحاء العالم ماشي فقط في المغرب. علاش؟ لانه كاين الكثير من التغيرات اللي غادي توقع في الموقع ديال اليوتيوب، وحنا كاملين كنعرفوا وخصوصا الناس القدامين اللي عندهم القنوات ديال اليوتيوب وقدامين في المجال ديال اليوتيوب كيعرفوا بان اليوتيوب كتنتهج واحد السياسه ديال انها كل سنه كتضيف واحد المجموعه ديال القوانين الجديده وتحديثات للمجموعه ديال القوانين ديالها. الا ان هاد السنه هذه كاينه شي حاجه اللي هي خاصه وشي حاجه اللي صراحه ما عمرها كانت في السنوات الماضيه. كاينه شي حاجه في هذا العام اللي غادي تخلي الكثير من الناس انهم يفقدوا القنوات ديالهم وغادي يفقدوا للاسف المصدر ديال الرزق ديالهم. نعطيكم مثال بالنسبه للاشياء اللي كتعقد سنه ورا سنه في هذا الموقع، بحال المساله ديال فتح القنوات والانخراط مع يوتيوب. باش تكون عندك قناه ربحيه، الى رجعنا بالزمن للوراء قليلا كنلقاو بانه باش تفتح قناه على اليوتيوب كانت القضيه سهله جدا، كان الامر يسير تماما. بمجرد انشاء حساب جيميل يمكن لك تفتح قناه وتشارك في برنامج شركاء جوجل ادسنس بشكل عادي وبدون اي شروط او قيود. لكن من 2018 لقدام السياسه تغيرت كليا، بحيث الا بغيتي تحقق ميزه الربح عبر اليوتيوب خصك توصل 4000 ساعه مشاهده خلال مده اقصاها عام، وضروري انه يكون عندك على الاقل 1000 ابوني. فهي ماشي تعقدت غير من هذه الناحيه، فهي كل مره كتعقد من جهه. الا انني كنقول لكم ان السنه ديال 2020 غادي تكون سنه سوداء، سنه ديال الحزن والاسى لكثير من منشئي المحتوى على اليوتيوب. صراحه كاين الكثير من الناس اللي هما رافضين هذا القانون الجديد ديال اليوتيوب. كيفاش وعلاش؟ حنا ان شاء الله غادي نتكلموا في هذا الشيء. والخطير في الامر ان اليوتيوب قبل 4 اشهر في شهر سبتمبر 2019 علنت انها غادي تبدا في واحد السياسه ديال واحد القوانين الجديده. هذيك القوانين كتمنح للمستعملين ديال المنصه ديال اليوتيوب، عطاتهم مهله ديال 4 شهور باش انهم يستعدوا، باش انهم يلتزموا بالقوانين الجديده ديال اليوتيوب. وهذه القوانين اللي كانت صارمه جدا وصدمت الكثير من الناس، والكثير من الناس اللي قراو هذه القوانين هذه عرفوا بان نهايه يوتيوب غادي تكون في سنه 2020. نعم، نهايه يوتيوب، وانا كنعرف شنو كنقول، لانه كاين الكثير من القنوات اللي وصلت للملايين ديال المشاهدات غادي تكون النهايه ديالها في سنه 2020. وكاملين كنعرفوا بان اليوتيوب، خاصه الناس اللي كانوا قدام، بان يوتيوب كانت كدير واحد القضيه، وهي انها كانت من عام لعام كتشن واحد الحمله اللي كتغلق فيها الكثير من القنوات بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه، خاصه انها كانت كتركز بصفه كبيره على العرب. علاش العرب؟ لان العرب كانوا حينما كيستعملوا الموقع ديال اليوتيوب كيستعملوا ديك الطرق الملتويه والطرق الغير قانونيه باش يحصلوا على المشاهدات واللايكات. بالتالي اليوتيوب اللي كانت كتنوض لهم دقه واحده. هاد الحملات دازوا في 2016، دازوا في 2017، كذلك في 2018. الناس اللي كيتابعوا الوقائع غادي يعرفوا تماما علاش كنتكلم. كانت اليوتيوب كتقوم بحملات وكتبقى تغلق في القنوات بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه. وهاد السنه ديال 2020 ما غاديش تكون بحال السنوات الماضيه، وما غاديش تغلق القنوات كما كانت كدير شحال هادي. هاد العام حتى الناس اللي كيعتبروا روسهم انهم خدامين بطريقه قانونيه وبواحد الطريقه اللي هي سليمه، حتى هما يقدروا يكونوا ضحايا لهاد المساله. وهذا الشيء كله راجع للسياسه الجديده اللي غادي نتكلموا عليها في هذه الحلقه. القصه وما فيها ان شركه يوتيوب تعرضت لواحد الغرامه اللي هي ثقيله بزاف، 170 مليون دولار خصها تعطيها كاش. علاش؟ لانها اخترقت واحد البند ديال القانون او مجموعه القوانين اللي سميتها Children's Online Privacy Protection Act، واللي معروفه بزاف بالسميه ديال كوبا. هذا القانون الغرض ديالو هو حمايه الاطفال والمراهقين في سن معينه
من الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي. وما كيحقش للشركات الكبرى بحال مثلا اليوتيوب انها تجمع المعلومات على الاطفال. وفي الحقيقه اليوتيوب كانت كدير هذه القضيه، يعني كانوا الاطفال اللي كانت كتستعمل الموقع ديال اليوتيوب كانت كتجمع لهم المعلومات، كيعرفوا اشنو هما الحوايج اللي كيقلبوا عليها، شنو هما المتطلبات اللي كيقلبوا عليها في الموقع. كتعطيهم اشهارات، والاشهارات اللي كدوز ليهم في اليوتيوب كانت كتكون على حسب الرغبات ديال دوك الاطفال. وهذه المساله كانت مخالفه كليا للسياسه والقوانين ديال كوبا، الشيء اللي خلاها تنزل على اليوتيوب هذا العام 170 مليون دولار امريكي كغرامه، وهو مبلغ ضخم طبعا، يعني جامعه غير الفم. هذا الشيء ما هضماتوش يوتيوب وخلاها انها يعني تغير السياسه ديالها باش ما تعاودش توقع في نفس الفخ وما تعاودش تتعرض لنفس الغرامه هذه. شنو دارت يوتيوب دابا حاليا؟ يعني دارت واحد القانون جديد اللي غادي تنزل بها كمطرقه على المستعملين ديال المنصه ديال اليوتيوب. وهاد القوانين كتهم بدرجه اولى اصحاب القنوات اللي كتقدم المحتوى ديال الاطفال، كذلك الناس اللي عندهم القنوات ديال الرسوم المتحركه، يعني الناس اللي كيديروا يعني بشكل عام محتوى ديال الاطفال. ماشي بالضروره تكون عندك قناه ديال الاطفال، خصكم تعرفوا هذا الشيء مزيان. اللي كيدير محتوى على اليوتيوب واغلب المشاهدين ديال داك المحتوى هم من الاطفال، هذيك القناه كذلك غادي تدخل ضمن القانون الجديد، ولو انك يعني ما كتقصدش ان المحتوى ديالك هو موجه للاطفال. وكمثال بسيط على هذه القنوات، بحال ديك القنوات مثلا اللي كتقدم المغامرات ديال الرعب، يعني واخا هذيك القنوات كيدخل ليها الكبير والصغير، لكن يعني اذا كانت اغلب المشاهدات ديالها من المراهقين، هنا غادي يعتبرها يوتيوب بانها قنوات ديال الاطفال وغادي يطبق عليها القانون. اذا المشكل فين كاين؟ المشكل كاين انه حينما يعني دخلت هذه السياسه ديال القوانين الجديده، كيولي ملزوم عليك ومضطر انك تديكلاري وتقول ان القناه ديالك يا اما هي مخصصه للاطفال او مخصصه للكبار. يعني عندك جوج اختيارات، يعني ما بقاش ديك القضيه انك تقول يعني ان القناه ديالي هي صالحه لجميع الفئات العمريه، لا، هذا الامر ما بقاش، يوتيوب حيداتها الان فقط اما ان القناه موجهه للكبار او موجهه للصغار. المشكل الواقع انه ملي غادي تديكلاري بان القناه ديالك مخصصه للاطفال، وملي غادي تمشي تقلب وتلقى بان النسبه الكبيره اللي كتشاهدك هم من الناس اللي عندهم اقل من 18 عام، هنا غادي تكون خسرتي واحد 90% ديال الارباح ديالك، لان اليوتيوب ديك الساعه ما غاديش يكون عندها الحق بانها تجمع المعلومات على دوك الاطفال كما قلت لكم في البدايه. يعني كاين واحد القانون ديال كوبا اللي كيمنع هذا الشيء، وبالتالي هاد الاشعارات ما غاديش بقى يدوزو بواحد الطريقه اللي هي مخصصه للاطفال، غادي يدوزو بواحد الطريقه اللي هي عبثيه. والدراسات كتقول بان الناس اللي عندهم القنوات ديال الاطفال واللي عندهم يعني محتوى مخصص للاطفال غادي يخسروا واحد 90% ديال الارباح ديالهم. وحاجه اخرى بالنسبه حتى للناس اللي كما قلت وغادي نعاود نذكر بها مره اخرى، بالنسبه للناس اللي عندهم قنوات عاديه وماشي موجهه للاطفال، او الا كان عندك شي فيديو يعني كيدوروا فيه الاطفال، او الا عندك يعني فيه اغاني ديال الاطفال، او الا عندك فيه شي حاجه كتضمن المحتوى ديال الاطفال في الفيديو ديالك وما ديكلاريتيش اليوتيوب بان هذا الفيديو هذا فيه المسائل ديال الاطفال، كيتم الاغلاق ديال القناه ديالك بصفه نهائيه، وكيتم تغريمك بمبلغ 42 الف دولار كغرامه على عدم التبليغ على هذه المساله. يعني واحد القوانين اللي هي صارمه جدا. هذا القانون هذا غادي يبدا في البدايه ديال سنه 2020 كما قلت لكم. فيوتيوب يعني غادي تدخل بواحد القوه، لهذا فمن الافضل انك تبادر وتديكلاري على المحتوى ديالك فيما اذا كان موجه للاطفال او للكبار. يعني الا كان عندك المحتوى ديال الاطفال النسبه ديال الارباح ديالك غادي تنزل، كن متاكد من ذلك، غادي تهبط بزاف. الا كان عندك المحتوى ديال الكبار كما قلت لك راه عادي جدا، لكن هما غادي يبحثوا في القناه ديالك وغادي يقلبوا لك في القناه ديالك الى لقاو غير شي تفاوت او لا لقاو شي حاجه ماشي هي هذيك اللي كتخالف القانون الجديد، غادي يتم الاغلاق ديال القناه ديالك بصفه نهائيه. لهذا الله يخليكم بالنسبه للقنوات العاديه، الا عندكم شي فيديو فيه اطفال او فيه شي محتوى ديال الاطفال، من الافضل انكم تحذفوه او لا ديكلارو ان داك الفيديو بالضبط هو خاص للاطفال قبل ما يفوت الفوت. وهذا القانون ايضا كيسري على اصحاب القنوات الروتينيه والقنوات كذلك اللي كيديروا اشياء اللي هي اباحيه، حتى هما غادي يكونوا معرضين لهذه الحمله،
علاش؟ لانهم كيديروا واحد المحتوى اللي كيمس حتى الشريحه ديال الاطفال، يعني حتى الاطفال كيتفرجوا في هذا المحتوى، وبالتالي غادي يكونوا اصحاب القنوات هادو ديال روتيني الصباحيه او يومياتي او الى اخره، يعني اللي كيبينوا فيه المفاتن ديالهم، غادي يكونوا ضحيه ديال سنه 2020، وغادي يتم الاغلاق ديال القنوات ديالهم. يعني انا كنقولها واعلم جيدا ما اقول، يعني غادي يتم اغلاق الكثير والكثير من هذه القنوات الخاصه بالاشياء اللي هي تافهه. علاش؟ لان في هذا القانون الجديد كيتضمن 3 ديال القوانين اللي هي قوانين رئيسيه، واللي غادي يستعملها يوتيوب باش يغلق الكثير ديال القنوات في السنه الماجيه. غادي نقول لكم دابا اول قانون اللي كيهم اصحاب القنوات ديال الروتينات واليوميات الصباحيه، يعني كما جات في السياسه الجديده ديال يوتيوب. كيقول لك هذا القانون هذا: ne publie pas de contenu sur YouTube s'il comprend l'un des éléments ci-dessus. Représentation à caractère sexuel des parties génitales, de la poitrine, orifices couverts ou non. Pornographie mettant en scène des parties génitales ou des actes sexuels ou fétichistes à des fins de gratification sexuelle. يعني هذا القانون هذا الا قريتوه معايا مزيان، وهذا نداء لاصحاب القنوات ديال الروتيني، الا كنتي يعني غادي تبيني المفاتن ديالك في الفيديوهات، راه ما كيهمش واش كتبينيها مكشوفه او لا مستوره، كوفيرت او نو. يعني ها هي كما كتشوفوها معايا في الصوره، هذا هو القانون. يعني سواء كانت كوفيرت او نو راه ممنوعه، يعني ماشي غير تلبسي المزير فقط وتقولي راه نجيتي من هذا القانون هذا، يعني حتى هما يعني حدوها لك وداروها لك ما بين قوسين. وهذا القانون هذا غادي يعتمدوا عليه بدرجه اولى باش يغلقوا مجموعه ديال القنوات. ودابا غادي نمشيو للقانون رقم 2 اللي صراحه يعني كيبان ليا بانه يعني صراحه قانون ديكتاتوري، يعني تبناته الشركه ديال اليوتيوب باش انها دير ما بغات وتغلق القنوات اللي بغات وتخلي القنوات اللي بغات. وهو هذا القانون هذا اللي كيقول: YouTube might terminate your access or your Google account's access to all or part of the service if YouTube reasonably believe that its provision of the service to you is no longer commercially viable. يعني تقدر تحبس ليك القناة ديالك. وشنو كتقصد يوتيوب بهذا الشيء؟ يعني ان يوتيوب يعني عندها الحق انها تغلق لك القناه ديالك الى لقات يعني ان المحتوى اللي كتقدمه ما عنده لا ساس لا راس، يعني مواضيع اللي هي تافهه وغير مفيده. لان جميع المعلنين اللي كيديروا الاشهار في اليوتيوب كيعتمدوا على المحتوى ديالك، يعني شنو هو الدومين اللي كتكلم فيه، واش لا تكنولوجي، واش الطبخ الى اخره. يعني كاين بعض الناس اللي كيديروا فيديوهات اللي ماشي كوميرسيال، يعني كيكونوا غير هكاك فيديوهات مفتوحين وصافي. يعني هاد الناس هادو غادي يطبق عليهم القانون، لان هاد الفيديوهات ديالهم ماشي كوميرسيال، ويقدر يتم الغلق ديال القناه ديالهم تحت اطار هاد القانون هذا. لكن القانون اللي في يد الكاس هو القانون اللي كيقول بان يوتيوب ماشي مسؤوله وماشي مجبره يعني انها تهز الفيديوهات ديالك وديرهم في المنصه ديالها. يعني ماشي من المفروض عليها انها تقبل كاع الفيديوهات ديالك وتحطهم في القناه ديالها، وبالتالي الا بغات تسد ديك القناه ديالك يمكن ليها ذلك في اي وقت. وهذا بند اللي خصك توافق عليه سنه 2020. يعني هاد القوانين كاع اللي ذكرتها كامله يعني غادي يجيكم واحد الاشعار في القناه ديالكم، واحد لو تيرم اللي خصكم تاكسبتو عليه. يعني هذا القانون هذا كيقول: YouTube is under no obligation to host or serve content. يعني يوتيوب كتقول ما فرضش عليها سيدي انها تهز الفيديوهات ديالك، وبالتالي الا بغات انها تسد القناه ديالك او شيء من هذا القبيل، يعني فانت ملي كتوافق على هذا القانون هذا رقم 3 فانت كتعطيها الاذن يعني باخذ كامل الحريه انها تتحكم في المصير ديال القناه ديالك، وبالتالي فحتى واحد ما يقدرش يمنعها. وهنا كنرجع ونقول لكم بان الكثير من الناس في البدايه ديال 2020 او في 2020 غادي يتعرضوا لواحد الحمله، وانا كنقولها وهذا الشيء يعني ماشي اول مره كيوقع. انا شخصيا كانت عندي قناه وكنت احد الضحايا ديال سنه 2017، الشيء اللي خلاني انني نصرف النظر على قناه يوتيوب يعني مده طويله، فقط رجعت في الاونه الاخيره. وانا كنقول لكم بان اكثر من سيتاثر هم اصحاب القنوات ديال الاطفال واصحاب القنوات ديال المحتوى اللي هو يعني اللي هو اباحي، بحال دوك اللي كيديروا الروتينات وبحال اللي كيديروا دوك المسائل، غادي يتاثروا حتى هما. علاش؟ لانهم كيديروا واحد المحتوى اللي هو مخالف للاطفال، محتوى اللي كتعتبره يوتيوب بورنوغرافيك، فبالتالي غادي يكونوا عرضه لخطر غلق القنوات ديالهم. وانا كنقول لكم بان البدايه ديال سنه 2020 غادي تكون واحد السنه اللي هي مكسره للارقام ديال القنوات هنايا في المغرب.
اذا كنتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للفيديو، وإلا كان عندكم اي سؤال فيما يخص هذا الفيديو او مجال التقنيه بصفه عامه غادي نكون سعيد جدا بتواصلكم معايا. والى حلقه جديده ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.